اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 25 في 25، نص شوكولاته ونص فاكهه، وهنعمل تورتايه مقاس 18 وثلاث قطع جاتوه. وده العرض اللي احنا بنعمله على طول، والعرض التورتايه اللي 25 ده العرض الجديد. هنسمي الله كده ونبدا ونقول عملنا ايه. معانا 3 بيضات من التلاجة، اهم حاجه يكون حجم البيض كبير. طبعا كان في حد كلمني وقال لي ان هي عايزه تعمل المقدار ده في صينيه، فعايزه تعرف لو هتحطها في صينيه مربعه اللي هي الوسط تعمل المقدار ده قد ايه. فالمقدار ده يتعمل مرتين. لو انت عايزه تعملي في الصينيه المربعه اللي هي مقاس 20 في 30، تعملي المقدار ده مرتين عشان يطلع لك 3 طبقات مرتفعين. لكن لو هتعمليها في صينيه مدوره او مربعه مش هيطلع لك الطبقات عاليه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط 3 بيضات وعليهم 100 جرام من السكر، وعليهم معلقه كبيره من المحسن، معلقه اللي هي بتاعه الاكل، ونحط عليهم رشه فانيليا ونضربهم على اعلى سرعه لحد ما القوام بتاعهم يبقى كريمي. اول ما يفتحي معانا كده نبتدي نضيف الميه اللي هي وزنها 200 جرام. طبعا بضيفها شويه بشويه، ولازم الميه تبقى متلجه والبيض طالع من التلاجة والمحسن برضو من التلاجة. ده بيفرق معايا في ارتفاع الفوم. فلو انت عايزه تحافظي على الفوم بتاعك ويبقى مرتفع لازم الحاجه تبقى متلجه. طبعا في حد كان سالني برضو قال لي انت امتى بتضيفي الميه؟ اول ما القوام عندك يرتفع كده ويبقى عامل زي الكريم شانتيه بتبتدي تضيفي الميه. طيب بتضيفي الميه 200 جرام، بتفضلي تضيفي فيهم لغايه ما تحسي ان القوام ابتدى يرجع بصي هو بيبقى متكتل كده والميه بتفكه شويه وبعد كده يرجع يتماسك تاني. فعشان كده احنا بنضيف الميه شويه بشويه عشان نحافظ على اللون بتاعنا. طبعا في المرحله دي بقى بنوطي العجان وبنبتدي نشغل الفرن بتاعتنا، والفرن لازم تبقى درجه الحراره على 200. انا بالفرن الكهرباء بشغل فوق وتحت. لو فرن غاز هتشغلي من تحت بس، وهتحطي في القاع طبق كده فيه ميه علشان التسويه بتاعته تطلع مظبوطه. فرن تسويه الغاز غير تسويه الكهرباء. الكهرباء بتطلع لك الدرجه بالظبط، لكن الغاز مش بتبقى مظبوطه قوي فممكن يعلى منك، فعشان ما يلزقش في الورق اللي انت حطاه في الصاج او في الصينيه بتاعتك. طبعا تسويه الصاج غير تسويه الصينيه. لو هتسوي في صينيه هتبقى على درجه حراره 180 من تحت بس، لو هتسوي في صاج هتبقى على درجه حراره 200. الدقيق بتاعي 240 جرام من الدقيق، عليهم 50 جرام من النشا و10 جرام من البيكنج باودر اللي هو بالكوبايه. كوبايتين من الدقيق عليهم ربع كوبايه من النشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر بنخلهم كويس. ابتدي انزلهم معلقه معلقه. طبعا لازم في المرحله دي اوطي العجان علشان يحافظ لي على الكميه بتاعه الفوم وما يهبطش العجين بتاعي. فابتدي اضيف معلقه معلقه لغايه ما اخلص الكميه كلها. طبعا ببتدي بقى هفرده في الصاج بقى انا عشان هعمل نص فانيليا ونص شوكولاته، فانا هاخد نص المقدار وافرده كده في نص الصاج. وبعد كده هحط في بقيه العجين ده هحط معلقه من الكاكاو اللي بشتغل بيه اللي هو الاسباني الخام، او نقطتين من اللون لو انتي ما عندكيش كاكاو. يعني لو الكاكاو مش موجود ممكن تحطي لون بني، يعني هو يعني ده بديل برضو كويس، مش وحش، بيطلع لك اللون كويس، بس ده في حاله ان انت ما عندكيش كاكاو. انا في الوقت ده ما كانش عندي كاكاو فاضطريت احط كده نقطتين من اللون البني. وهوريكم هيطلع لي الصاج عامل ازاي، وهفرد معاكم كده وهدخله الفرن. زي ما قلت لكم الفرن لازم تبقى يعني سخنه من قبلها. السبونج لازم يستوي على نار مش اعلى حاجه، بس لازم تكون يعني متسخنه قبلها. طبعا بساوي كويس، ولازم اتاكد ان الصاج بتاعي متساوي كويس عشان ما يطلعش فيه فراغات وما يبقاش كمان مايل من جنب ومش مظبوط. طبعا احنا النقط دي كلنا اتكلمنا فيها كذا مره، بس طبعا بالنسبه للناس اللي يعني الجديده اللي بتبقى لسه داخله القناه جديد بيبقوا مش عارفين. كان في حد سالني على الجناش الملون. طبعا الجناش ملون بنعمله نفس طريقه الجناش الاسود، بس بنحط نقطتين لون على الشوكولاته البيضاء اول ما تبرد، واحنا عملناها مع بعض قبل كده وهعملها لكم برده في فيديو منفصل عشان تبقوا عارفين. لو عايزه تلوني الجناش تلونيه ازاي، اي لون بقى انت حباه. طبعا عملت طبقات كده، ودي عملناها مع بعض وقسمنا الصاج نصين وقسمناه على 3 علشان يطلع لي 3 طبقات. والصاج اللي انا بشتغل فيه ده 32 في 42. وطبعا الكريمه اللي بشتغل بيها الفا اللي هي الفا المتحده بجيبها ب 165 وكويسه جدا. وفي هايبر توب دي بتبقى ب 200 او ب 190 على حسب المكان اللي انت بتشتري منه. وفي ناس كتير قوي كانت بتقول لي ان الالفا ب 200 واسعار يعني هي طبعا بيبقى حسب على كل حسب المنطقه الاسعار فيها بيبقى في كام يعني. لكن انا اللي انا بشتري منه
بيديني الالفا ب165، وعنده الهايبر توب ب190. وانا ان شاء الله الفتره اللي جايه ممكن اشتغل في الهايبر، اجربها كده. هي طبعا يعني هي بعد ريتش على طول، يعني ريتش اول حاجه وبعد كده هايبر توب وبعد كده الفا. بس الفا كويسه مش وحشه بالنسبه لسعرها، كويسه ومتماسكه وشغلها حلو جدا. يعني هي بالنسبه في الصيف وشغاله كده مش بتسيح قوي يعني، وبتديني نتيجه كويسه، فاكيد في الشتاء هتبقى جميله. طبعا ده الجناش انا كنت مسيحه 100 جرام من الشوكولاته عليهم 50 جرام من الميه. طبعا بحط ميه على معلقه من الكريم شانتيه البودر، بغليهم وبعد كده بحط فيهم قالب الشوكولاته ده، سواء ان كانت شوكولاته بيضه او سودا. وطبعا لو شوكولاته بيضه بستناها لما تبرد، وبحط عليها معلقه من الجيلو الشفاف، وبعد كده بحط عليها اللون اللي عايزاه لو عايزه الون الجناش. جبت القمع بتاعي كده وحطيت نصه شوكولاته بيضه ونصه شوكولاته سودا، وعملت روزيتات علشان ابتدي اعمل فاصل في النص. وطبعا عملت اللي هي الدربات، اللي عملت دربات من الناحيه البيضاء وحزمت التورتيه من تحت، وبقيه الكريمه البيضاء حطيتها في كيس. طبعا حطيت عليها نقطه كده من الميه، ما بحطش ميه كتير عشان اعمل الحرف اللي على الشوكولاته الجناش كده، عشان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه الابيض ده. وطبعا جبت المانجا وقطعتها شرايح وابتديت ارصها زي ما انتوا شايفين. طبعا عملنا مع بعض برضو التورت اللي هي عليها فاكهه كتير جدا. طبعا موضوع الفاكهه ده على حسب اللي بيبقى عايز، يعني في ناس بتبقى مش حابه التفاح، في ناس لا ما تحطيش ده ما تحطيش، كل اللي بيبقى حابب حاجه بنحطها له. والتورتيه دي من ساعه ما نزلتها برضو ما شاء الله يعني بتطلب مني على طول. وجبت جزء كده من المانجا وعملت فيه مربعات زي ما انتوا شايفين، وقلبتها كده ادتني الشكل ده. وواحده التين وعملتها بالزجزاج زي ما انتوا شايفين كده. والناحيه اللي هي بتاعه الجناش دي اللي هي الشوكولاته، عملت عليها شوكولاته اللي هي الجيتار، وعملت اللي هي القلب المفرغ، وعملت مجموعه شوكولاتات القلوب وزينتها كده زي ما انتوا شايفين. يعني هي كانت الجنب ده كانت حابه تبقى فيه شوكولاتات كتير، ودي كانت التورتيه بتاعتي. وطبعا اي شوكولاته كانت بلاقيها قصادي بحطها لها، يعني هي حابه ان الشوكولاته تبقى كتير يعني فظبطتها لها. طلعت التورتيه دي على كام؟ طلعتها على 200 جنيه. وجبت التورتيه التانية اللي هي مقاس 18. وبالنسبه للمقاسات يا جماعه، عشان في ناس كتير قوي كانت بتتكلم في موضوع المقاسات، انا بقطع التورتيه بتاعتي وانا بعمل التورته مقاس 18 بقطعها على مقاس 15 او 16، وبتزيد في التجليس. وفي ناس كتير كانت معترضه على الموضوع ده وبتقول لك لا، بس انا اصلا ايا كان المقاس اللي انا بعمله، يعني انا بطلع التورتايه دي مع 3 قطع جاتوه 100 جنيه. في ناس بتطلع التورتايه اللي هي مقاس 18 دي بتطلعها ب100 وبتطلعها ب120. فعلى حسب انت قوه السوق عندك يتحمل قد ايه. انا بالنسبه لي عشان كنت بعمل عروض، فبالنسبه لي كانت التورتيه شغاله حلو جدا. انا على فكره ممكن اقول مقاس 16، يعني ممكن اقول ان هي مقاس 16، بس هي اصلا انا بالنسبه لي بحطها على قاعده مقاس 22. فهي فعلا بعد التجليس بتوصل ل 18 وازيد كمان. يعني اوقات مش بقطعها على بورد 15، ممكن 16 17 18 على حسب. يعني هي مش يعني على حسب والله، ساعات بتطلع معايا مقاس كبير، ساعات بتطلع هي، بس انا عامه انا قايله ان هي مقاس 18. فيعني ايا كان المقاس بتاعها انتي قطعي المقاس اللي انتي تحسي هتقدري تطلعيه بكام. يعني قطعي تورتايه قطعي المقاس وجلسيها وشوفي تكلفتها قد ايه. ولو هتعملي عليها عرض مثلا، على فكره الربع دستة جاتوه تقريبا ب40 جنيه او ب35 جنيه لوحدها، فاهماني؟ فدي كده هتبقى واقفه مثلا ب65 جنيه التورتايه، فسعرها كويس جدا بالنسبه ان في ناس بتطلعها اغلى من كده. فلا يعني سعرها حلو، ولو هي حجمها صغير بالنسبه لثمنها ما كانش هيبقى عليها طلب كده. فهي الحمد لله العرض كويس وشغال كويس. وانا عملت كده دريبات ووصلتها لغايه الاخر، وبعد كده جبت الخله بتاعت الاسنان ديت وابتديت اعمل زجزاج كده زي ما انتم شايفين. يعني مشيت كده بالتورتيه يمين وبعد كده رجعت تاني رجعت تاني عملتها العكس عشان. وبعد كده جبت معلقتين من الجيلو الشفاف وحطيت عليهم نقطه من اللون الاصفر وبقى نقطتين من اللون البني. طبعا ده عشان لو انت هتعملي جيلو الوان. هتعملي بقى اللون اللي انت عايزاه، حابه تعملي زي لون الكراميل، حابه تعملي الوان فاتحه الوان غامقه. انا كان مطلوب مني اللون زي لون الكراميل، بس هي كانت طالباه غامق شويه. هي كانت حابه اصلا الناحيتين يبقوا شوكولاته، وبعد كده جت قالت لي لو ينفع تعملي كراميل بس غمقي اللون شويه عشان يبقى زي الشوكولاته كده. فانا حطيت لها درجه البني اغمق شويه، بس كنت حاسه ان هو مقارب قوي للشوكولاته، بس يعني عشان هي حابه كده فما فيش مشكله.
وعملت طبعا فاصل بين اللي هعمله كراميل وهعمله شوكولاته، علشان اللي هو بالروزيتات زي ما انتم شايفين. وبعد كده وزعت الكراميل كده بالسباتولا بتاعتي، وهعمل الناحيه التانية بالجيلو الشوكولاته. وطبعا انتوا عارفين ان احنا بنعمل الجيلو الشوكولاته، احنا اللي بنعمله، بنسيح الشوكولاته وبنحط عليها معلقه من البودر بتاع الكريم شانتيه و50 جرام من السكر من الميه، بغليهم كويس. وبعد كده بنزل على القالب الشوكولاته بتاعي، وبعد كده اول ما بتسيح معايا وبسيبها تبرد شويه بحط عليها معلقه من الجيلو الشفاف او معلقتين على حسب ما يدي التقل اللي انت حباه، وبسيبه يبرد. وبعد كده ببتدي اشتغل فيه. ده كده الجيلو لو انت حابه تعملي جيلو في البيت يعني، والمكان اللي انت فيه ما فيهوش جيلوهات. ولو عايزه تعملي جيلوهات الوان، احنا قلنا طبعا بنحط على الجيلو اللون اللي انت حباه. حابه تضربي بقى اللونين مع بعض تعملي ميكس، حابه تعملي لون لوحده زي المتاح معاكي تشتغلي بيه، مفيش اي مشكله. انا جبت الشوكولاته كده اللي هي الحروف، وابتديت اعملها كده الدست اللي هو الذهبي. كتبت اختصار هابي بيرث داي، وهكتب الاسم بتاع صاحب التورتايه وبس. يعني هي التورتايه مفيهاش اي شغل. وبعد كده طبعا هجيب شوكولاتات وهبتدي اوزع كده على الجنب التاني شوكولاته اللي هي الجيتار دي، وحطيت معاهم 3 قطع من السيريس رول. وده كان العرض اللي ب100، والتورتايه التانية العرض اللي هي ب200. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه، وهستنى منكم تعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني. ومتنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا ليكم ومع السلامه.